نقصي على كلامكم بالعسل. كان ماشي في بالك انه الديانات والنبوءات ظهرت عند 1000 سنة واكتملت، نحب نقول لك انه في القرن 19 فما ديانة ظهرت وعندهم نبي وكتاب وطقوس ومعتقدات وصوم وحج وصلاة، وعندهم أتباع في تونس زادة. مرحبا بكم في الديانة البهائية. انبهاري بالمعابد والكنائس والمساجد في الهند كان عظيم، لكن ما جيش البالي باش نشوف معبد بهندسة حديثة في وسط حديقة عظيمة بتناظر وتناسق مهول. نحكيو على معبد اللوتس في نيودلهي. سألت الدليل السياحي اللي معنا شنو هي الديانة متاع المعبد هذايا؟ قال لي هذه الديانة البهائية. بهائية البهائية هذم شيعة في إيران وقوية برشا معروفين. سامحنا مسيو، الديانة البهائية هي ديانة مستقلة ما عندها حتى علاقة بالإسلام، والنبي متاعها اسمه بهاء الله. لحظة خلي الديانة البهائية ونرجعوا لها. لكن معبد اللوتس شنو حكيته قبل كل شيء؟ معبد اللوتس جوهرة المعمار في الهند الحديثة من تصميم المهندس الإيراني فاريبور الصهبة، اللي استعمل فيه أحدث تقنيات التصميم والحساب الهندسي لمدة 2 سنين قبل أن تنطلق الأشغال سنة 1980 وتنتهي بصعوبة سنة 1986. تكلف المشروع 10 مليون دولار تبرع بهم الباكستاني أرديشور ريستامبور، مع الكثير من المساعدة والتضحية من الدولة وجيش من العمال والمهندسين لإتمام الأشغال، لما فيه من تعقيدات هندسية بالغة. ولكن في الأخير كان في أبهى حلة وتحصل على العديد من الجوائز العالمية في الهندسة. يتسع الفضاء الداخلي للمعبد ل 1300 شخص، وهو في شكل لوتس رمز النقاء وذات المكانة الهامة عند الهنديين، ويتكون من 27 بتلة على 9 واجهات وتحيط بها 9 برك ماء، علما أنه رقم 9 هو رقم مقدس للديانة البهائية. أما الحديقة العظيمة فمساحتها 26 هكتار. معبد اللوتس هو واحد من أهم مشارق الأذكار الثمانية، أي دور العبادة عند البهائيين، وهو مفتوح لجميع الأديان، يعني كل إنسان بإمكانه يدخل للمعبد ويتعبد على طريقة الديانة متاعه. يعني تلقى مسيحي ومسلم سيخي هندوسي الكل قاعدين بجنب بعضهم على الكراسي. الشرط عدم إزعاج الآخرين والصمت، الناس الكل في حالة تأمل وعبادة. يا ودي ثابت من اللي قاعد تقول فيه يا أخي شنية الديانة هذه؟ عام 1844 في مدينة شيراز الإيرانية مواطن اسمه علي محمد الشيرازي اللي لقب نفسه بالباب يخرج ويقول اللي هو رسول، ويمهد لظهور رسول آخر اسمه من يظهره الله، جاي لمواكبة التطورات البشرية والتكنولوجية والإجابة على الأسئلة الحديثة مع تطور العلم والإنسانية بصفة عامة. الدعوة هذه لقات رفض قاطع وشديد وتم اضطهاده هو و17 شخص اللي آمنوا به، اللي كانت ما بيناتهم امرأة وكانت تدعو في الأسواق لحقوق أكثر للمرأة، حتى تم إعدامهم سنة 1850. لكن مع ظهور أتباع آخرين تم نفيهم وتهجيرهم إلى بغداد، ومن هنا الحكاية باش تاخذ منعرج آخر. 1863 يخرج واحد منهم في بغداد اسمه الميرزا حسن علي النوري، ويخرج ويقول إنه رسول وتلقى وحي من الله، وسمى نفسه بهاء الله، وأنه جاء بدعوة جديدة تكملة للأديان السابقة الكل، السماوية والغير سماوية. بعد انضم إليه كل أتباع الباب السابقين، فتم نفيهم إلى اسطنبول، ثم نفيهم مرة أخرى إلى مدينة عكا في فلسطين، حيث قضى فيها ما تبقى من حياته ومات فيها بعد ما كتب الكتاب الأقدس اللي هو الكتاب المقدس عند البهائيين. للبهائية 3 معتقدات أساسية. الأولى وحدانية الله، أي أن للكون إله واحد فقط. وحدة الإنسانية، أي أن جميع البشر متساوون، بهائي أو غير بهائي، أبيض وأسود، رجل وامرأة. وحدة الدين، فهم يؤمنون أن جميع الأديان جاءت من إله واحد، وبالتالي فهم يؤمنون بالديانات الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام، والديانات الهندية القديمة كالبوذية والهندوسية. أما عن عبادتهم فصلاتهم تشبه حركات صلاة الإسلام، يسبقها الوضوء، وهي 3 صلوات: الصلاة الصغرى والصلاة الوسطى والصلاة الكبرى، وفريضة واحدة في اليوم على الأقل لكل بهائي، وتؤدى بصفة فردية، وصلاة الجنازة هي الوحيدة التي تؤدى بصفة جماعية. للبهائية تقويم شهري خاص بهم، إذ أن الشهر يتكون من 19 يوم فقط، ويصومون في فترة شهر مارس من الفجر إلى الغروب،
ثم يحتفلون بعده بعيد النوروز الذي يحتفل به الزرادشتيون في إيران. عدد البهائيين في العالم تقريبا 6 مليون شخص، وهم لا يؤمنون بالجنة ولا يؤمنون بالنار، وإنما عبادة من أجل الله. أما بالنسبة للحج فيكون لمكانين: بيت بهاء الله في بغداد، وبيت الباب في شيراز بإيران الذي أزالته الحكومة الإيرانية. أما في عصرنا الحالي فإن الحج يكون للمركز البهائي العالمي في مدينة عكا، حيث بضريح بهاء الله وضريح الباب. البهائية دخلت لتونس عام 1921 عن طريق محي الدين الكردي الذي أرسله عبد البهاء ابن بهاء الله. وانتي عمرك شي قابلت بهائي في تونس؟ كانت هذه آخر حلقة من السلسلة الرمضانية لهذا العام. إن شاء الله كنا عند حسن الظن، قدمنا المتعة والإفادة. حاب نشكر كل الناس اللي نقدت واللي شكرت واللي شجعت العمل هذايا. إن شاء الله نرجع بتصورات جديدة وباكتشافات جديدة. حاب نشكر من كل قلبي أحمد عبد الكافي وفيصل المراكشي اللي يوقفوا معايا في العمل هذايا، وإن شاء الله نرجع لكم في حلة ما أحسن. كل عام وانتم بخير.